السلام عليكم ورحمة الله. معكم مستر محمود مدرس فيزيكس المرحلة الثانوية. معانا النهارده 2 من الأوائل ما شاء الله. حنين ماهر. ودرست يا حنين؟ أبو الهول لغات. أبو الهول لغات. تمام. سارة طارق. رويال هاوس لانجوج سكول. تمام. أول سؤال، عايزين نقول الناس كنتوا بتذاكروا إزاي؟ تنظموا وقتكم إزاي؟ لو كان في نظام يعني. نظام والله. ولو حاجة مثلا أنت عملتها في المذاكرة ما كانتش أحسن حاجة، قول بقى خلاصة بقى، يعني من الآخر أنت لو قدامك أخوك داخل ثانوية عامة هتقول لي ذاكر إزاي ويعمل إيه؟ نبدأ مثلا بحنين. أنا عن نفسي في المذاكرة أهم حاجة كانت الحل أكتر من الشرح، حتى لو أنا ما كنتش فاكرة الشرح كويس كنت بفتكره من الحل. تمام. وهي مشكلتي بس في موضوع الحل هو إن أنا ساعات كنت بنسى أصحح شوية أسئلة وكنت بلاقيها بتجيلي بعدين، فأنا اتعلمت من الخطأ ده في الأول فبدأت أصحح. مش مهم الحل بس لازم برضو التصحيح، وإن الواحد يتعلم من أخطائه بقى وهو بيحل. طيب. حتى في الامتحانات وكده. كنت عامله بقى كراسه نوتس او كنت عامله جدول او كده ولا عشوائي؟ عارفين في ناس عشوائي ناجحين كتير وفي ناس تعمل جدول برضه، الاثنين كل واحد طريقته. هو على حسب الماده الصراحه. في مواد ما كنتش بعمل فيها، بس بالنسبه لمثلا الفيزيكس كانت في حاجات بغلط فيها كتير، مثلا في النظري بنساها، فكنت عامله جزء صغير كده في النوت بتاعي كنت بكتب فيه غلطتي في كذا. سبحان الله. والامتحان كله نظري. انت كام فيزيكس؟ 56 ما شاء الله زي الفل. تمام. طيب الحمد لله. خلاص كده هتقولي حاجه ثانيه على نظام المذاكره. انت يا ساره؟ ماشي. انا اصلا كان عندي نظام اللي هو كنت برجع من الدرس، كان المستر محمود بينزل لنا كده سامري لذيذه كانت بتبقى ملخصه اهم حاجات اللي في الدرس وكده. تمام. كنت بسمعها وبعديها بحل الكلاس ورك كده. المستر كان بيختار اسئله كده صعبه، كان بيقول لنا حلوها قبل ما تحلوا الواجب وكده، وبعديها كنت ببدا بقى احل الهومك. هو كان 2 بايتس فكنت بحلهم، مثلا بخلص واحد في يوم وبعديها بسيب واحد يومين او حاجه، ببص بقى تاني على الشرح وكده وبرجع احل. وكنت بحس اكيد طبعا ان في افكار بتبقى مختلفه او حاجه، بس مع تكرار الحل لا، حسيت ان الدنيا ماشيه وكانت الحياه عادي. المجموعه كام ساره التوتال؟ 91 من 10. عاش. تمام. تلاقي كمان تقريبا 1% منهم تفوق رياضي صح؟ عاش. يعني رياضه ومذاكره يعني حاجه كويسه بيرفكت والله ما شاء الله. طيب السؤال الثاني بقى، في الفتره دي انت اكيد اتعرفت على اهلك بطريقه مختلفه. كلنا قبل ثانويه عامه بنبقى يعني مش عايز اقول مش بني ادمين، في فتره ثانويه عامه بيعملونا بني ادمين، احترام بقى والصوت الواطي وما اعرفش ايه والكلام ده كله. واضح ان هم كانوا بيعانوا معاكم في ثانويه عامه بامانه، فكل واحد فيكم يقول دور اهله معاه في فتره الثانويه العامه دي كان عامل ازاي. اكيد دعموكم في يوم من الايام، اكيد هزقوكم في يوم من الايام. فكل واحد كده اتكلم شويه عن اهله في الفتره دي عملوا معاه ايه. قول يا حنين الاول. هو انا ماما صراحه كانت واخواتي بالذات كانوا اكتر ناس بيشجعوني، ولو ماما مثلا لقيتني قاعده على الموبايل مش بذاكر كانت بتقول لي سيبي الموبايل قومي ذاكري. يعني حاجات عاديه، او لو مثلا حاساني متوتره بتقول لي خلاص اعملي اللي عليكي وان شاء الله خير. وكان مثلا في مره كان اول امتحان فيزيكس حضرتك اديته لنا، كل واحد اخد صدمه كبيره فيه، وكانت اول صدمه بالنسبه لي. فانا رجعت البيت صراحه عيطت وقلت خلاص بقى وثالثه ثانوي صعبه ومش عارفه ايه. فقامت ماما اسمه ايه ده قعدت جنبي وقالت لي هي خلاص ده اول امتحان اتعلمي من اخطائك وكده. فده المبدا اللي انا مشيت بيه طول السنه الحمد لله. يعني بابا ايه بقى ما عشان يتفرج عليا تروحي البيت بس. لا هو بابا كان طول السنه الحمد لله يعني برضه بيشجعني وبيدعي لي وبيقول لي ان شاء الله خير. كان كل يوم قبل اي امتحان بيقول لي الامتحان هيجي سهل بالنسبه لك ان شاء الله. فانا شكرا يا بابا. وغير ان هو راجل دافع الله يعينه طول السنه طبعا ربنا يكرمه بصراحه. انا كنت بصبحه على كده. والله الله الحمد لله هو الراجل ارتاح الحمد لله. الحمد لله. طيب وانت يا ساره دور اهلك الفتره دي حاسه كانوا اكتر 2 مؤثرين، مثلا كانوا مامتي واختي، كانوا اكتر 2 دايما موجودين وبيسبورتوا كده. بس صراحه كانت في فتره بقى لها درجات وحشه، انت مش هتفلحي وانت مش هتعملي وبتاع وكده. بس الحمد لله هم اللي مشوا في اخر السنه ان انا بدات اشد بقى وجدول وتاسك لازم اعملها وحاجات كده. لا حاسه ان الموضوع كويس، وكانوا دايما اللي هو بيطمنوني حتى لو كنت حاسه في فتره ان انا خلاص تعبت وحاسه ان انا مش قادره. لا كانوا دايما موجودين والحياه كانت لذيذه كويس. بالنسبه لاختك بس ان في ناس ما تعرفش طبعا مريم طارق كانت معايا برضه طالبه. كانت طالبه الناس الشاطره يعني ما شاء الله عليها. طيب سؤال كمان بقى، اسهل ماده واصعب ماده في ثانويه عامه من وجهه نظركم كانت ايه؟ نبدا بساره المره دي. ماشي. انا بالنسبه لي كانت اسهل ماده الكيمستري، حاجه ممكن الناس تبقى فاهمه. انا ما كنتش بحب الكيمستري، بس لما دخلت حسيت لا ان انا بدات احبها وحابه ان انا اتعمقت في الموضوع بالذات الاورجانيك. حلو. ممكن اقول ان كانت اصعب ماده بالنسبه لي، ممكن بصراحه فيزيكس ما كانتش صعبه، كانت اصعب ماده بالنسبه لي هي البيور ماث. كنت حاسه ان انا عندي تروما في الموضوع. تمام. بس برضه حسيت لا مع المذاكره والحاجه انت جبت كام في الماث؟ تاخد درجه كويسه. 57. طب حلو برافو ممتاز والله. يعني كانت اصعب ماده بالنسبه لك بيور ماث واسهل ماده كانت الكيمستري. ايوه ده رد محدش رد خالص الناس الموجودين. تمام. وانت يا حنين؟
انا بالنسبه لي اسهل ماده كانت البيور ماث. سبحان الله. ازاي يعني؟ اصعب ماده الكيمستري بقى يعني عشان تبقى ماشيه. اصعب ماده العربي بالنسبه لي، بس ده عشان انا صراحه العربي انا عارفه من زمان ان هو ضعيف عندي، فانا كنت بذاكر حاجات تانية اكتر على اساس ان انا اعوض بقى فيه. هو محتاج مجهود كبير قوي قوي. أيوة، انا في العربي مزعل، ده مزاجي الوحيده اللي منزلها على البيج كاتب كل الكلام الحلو الناس كلها قلت لها حنين العربي مزعلها بين قوسين. كنت جايب باين حاجه و60 يعني في العربي، ده دمر لي في المجموع، مع ان على فكره درجاتي كلها تقريبا فوق المواد العلميه تقريبا فوق ال 50 صح كده؟ فوق ال 55 كمان. فوق ال 55 كمان قضيه، دي مصيبه، ده غريبه جدا. وجايبه في العربي باين 62 تقريبا مش فاكر حاجه زي كده. فالعربي بجد بشع. ما عشان ضعيف. واقول لك على حاجه غريبه بقى، الماده الوحيده مش محتاجاها بعد كده خالص. الماده الوحيده اللي مش محتاجاها في اي حاجه بعد كده، يعني دخلتي كمبيوتر ساينس، دخلتي هندسه، دخلتي اي حاجه، فين العربي في الموضوع؟ انا بس بتكلم عربي بس يعني ما علينا، هنسكيب حوار العربي ده. طيب الحاجه الثانيه بقى السؤال المهم عشان ده كان بصراحه لذيذ يعني. وقت ثانويه عامه كنت فين بالظبط؟ وقت النتيجه بتاع ثانويه عامه كنت فين؟ وايه اللي حصل؟ واحكي لي الموقف بالتفصيل. هنبدا بصراحه. ماشي. انا كنت متوتره جدا، كانت خالتي وجت من السفر ومامتي كانت موجوده وفي البيت ومريم انت كانت موجوده في ايام النتيجه؟ هي كانت جايه، ما شاء الله. فانا كنت متوتره جدا وماما بقى وجو يا لهوي النتيجه طالعه والهبل ده. فقلت لنفسي خلاص انا هنزل التمرين. فوانا في طريق للتمرين لقيت ماما كلماني صوتها هادي جدا، انا قلت انا شلت ماده وعملت حاجه زفت. تمام. يا لهوي يا ساره 90%. ما شاء الله. فانا اللي هو انا قاعده في الاوضه مش عارفه اعيط ولا اضحك ولا اعمل ايه، لدرجه ان الراجل من كتر ما شافني بصرخ الراجل راح بص لي قال لي يا عم عيب ممكن توطي صوتك. فلا الحمد لله كان موقف غريب. كان عمرها ما نفسي تتنسي على فكره. طبعا. ده الموقف بيثبت في الذاكره عمرها ما تتنسي لحد بص ايه. كان نفسي يعني ابقى في البيت وتبقى احتفال والزغاريد بقى انا قلت بقى كده بس هو بسال واحد من شويه انت فين في النتيجه؟ بيقول لي كنت في الحمام. تمام يعني. شوف اماكن غريبه قوي النتيجه، الواحد بيبقى قاعد قدام الكمبيوتر كده. لا بس الحمد لله. الحمد لله. ما زغرت بقى؟ انت عارفش زغرت اصلا؟ لا هو انا اول ما رجعت البيت ولا كأن حصل اي حاجه. ايه ده خلاص كده؟ يلا خشي نامي بقى عشان بكره عندك امتحان قدرات، خشي نامي. ما شاء الله. بس طب وانتي؟ انا ساعتها كنت مسافره وكنت في الوادي الجديد، فاحنا كنا خلاص هنرجع تاني على القاهره، فانا طول اليوم بقى كنت قاعده ببص هي النتيجه طلعت، هي النتيجه يعني طلعت ولا وانت هناك؟ لا وانا هناك قبل ما احنا نسافر بالظبط يعني. فانا قلت خلاص هي النتيجه لسه بتنزل فلسه اكيد فاضل لها حبه. رحت مع مامتي وخلاني للاتوبيس، فتحت جروب العيله الاقي مبروك مبروك مبروك. محدش قال لي مبروك ليه؟ في حد اتخطب ولا حاجه؟ فبصيت لقيت الدرجه قدامي وانا في العربيه جنب ماما لسه بنروح، فقمت انا عملت لها ماما ماما ماما. فاهمه ولا ايه؟ ايه تبريد الماما دي؟ فانا قلت لها ماما بصي، فهي قامت بصت لي قالت لي انا مش شايفه فيه ايه يا ماما النتيجه يا ماما. فقامت شافت النتيجه ما شاء الله ما شاء الله، ففرحنا بقى وقعدنا اسمه ايه ده. بس انت بصراحه بامانه والله انت تستاهلي مجموعه اكتر من كده بكتير بامانه. يعني العربي زعلك، بس انا بصراحه شايف حنين في حته ثانيه يعني مثلا انت التسعينات يعني ما شاء الله عليكي. طيب السؤال الثاني بقى، ما خططتنيش ازاي لمستقبلكم؟ يعني اقصد لحد دلوقتي مثلا والله ناوي على هندسه، لو ما جاليش كذا هعمل كذا، ولا لسه اصلا مش شايف اي حاجه بتفرح لسه؟ لا يعني اكيد شايفين. تمام. طب قولي لي بقى. ماشي. انا كده اول حاجه عايزه احطها هندسه. ماشي. حاجه غريبه. القاهره ان شاء الله. ان شاء الله يعني هحط بقى القاهره، وبعديها عايزه اللي هو مثلا اخش كمبيوتر ساينس. مش تحطي مثلا هندسه حلوان وعين شمس الاول؟ لا ما اكيد هحط فروع هندسه كلها. الهندسات اللي ايوه هحط كل هندسه، بعدها كمبيوتر ساينس، وبعدها كمبيوتر ساينس، وبعدها بس طب انت باشا مش تروح بعيد قوي كده. ما انا ما شاء الله التسعينات خلاص راح فين؟ ايه هو بعديهم مثلا؟ لا ما كنتش هحط كده. كنت هحط كمبيوتر انجينيرنج وبعديها اي وبعديها فنون جميله حلوه. لا انت ما تلاقيش، انت كده في الليفل الثمانيه ان شاء الله. يعني ان شاء الله. وانت حنين؟ انا برضو البلان ايه بتاعي هندسه. تمام. انت قلت 180% ولا كام؟ 88 ونص. حلو ونص. في حاجه هندسه ممكن حتى لو جت حلوان وعين شمس وبعدين ترجعي تاني ان شاء الله. يعني انت جايبه ما شاء الله 57 في الفيزيكس، بس المجموع اللي زي كده العربي انا مش عارف ليه بخلوا العربي، مش هقول عربي هو في 56 56 لا مؤاخذة. ماشي. فالفيرست بيك يعني هندسه ماشي وفراها طبعا، والبيك الثاني برضه صراحه انا عندي كمبيوتر ساينس والله مش بقلدك بس يعني مش موجوده. معظم الناس كده، في ناس بقى مجانين جايبين مثلا 95 96 هيحط اوراق بكمبيوتر ساينس ما اعرفش ازاي. ايوه في ناس بس كده. بينهم كده مصلحه، هيوفر عدد الطلبه اللي جايبين اول سنوات او والله اخر كتر الف خيرهم. يعني لو حد عمل كده هيفضي لك مكان. يعني تقريبا سمعت من زمان ان عدد الطلبه اللي بيخشوا هندسه تقريبا مش متاكد من الرقم يعني في مصر كلها 17000. السنه اللي فاتت القاهره خدت 15000 وشمس القاهره 2000. لا خدوا 15000. لا 17000 ده على مستوى الجمهوريه كلها. الجمهوريه كلها. ده جهل. والاقاليم وهنا
وبس يعني لو انت شفت الترتيب بتاعك في باقي المواقع بيجيب الترتيب. انا 11000. فانت كده ضامن ان شاء الله مكان باذن الله. بس هي الفكره فين بقى، انه ما يبقاش ايه بتوع الاقاليم ما يحطوش القاهره، فاهمين قصدي؟ هيجي بقى هنا ما اعرفش اللي بياخد سكن، عارفين انتوا الناس دي. أيوة. فلو كل واحد قاعد في مكانه هتلاقي الدنيا حلوه ولذيذه والتنسيق بقى ان شاء الله كويس. ان شاء الله. ماشي، مخططه لحاجه ثانيه ولا كده تمام؟ انا كنت فاكر بصراحه، وساره برضو المفروض تبقى فاكره ان هي الرسم، قلت بقى فنون جميله وما اعرفش والله دي حاجه انا حباها ودخلت القدرات وحبيتها كل حاجه، بس اهلي قالوا لي ان هو حرام مجموعك ده صح. تضيعيه في حاجه زي كده، غيرك هيبقى مثلا جايب حاجه 70 حاجه 80، هو احق ان انتوا حاجه زي كده وانت احق تخشي حاجه تناسب مظبوط. مجموعك. ماشي. وانت يا حبيبي انا شايف انت لو جبتي حتى 90% حاجه 90% كان المفروض تخش حاجه فيها رسم. انا عارفك طول الوقت واحنا في الحصه، او مش واحنا في الحصه يعني، واحنا في البريك ايوه بترسم. تمام ماشي. فليه ما بلاش في فكرتيش- الحصه بس. ماشي. طب ليه ما فكرتيش في حاجه زي كده؟ لا هو انا صراحه وانا ولا ده صغيره هوايه بس؟ وانا صغيره كان نفسي قوي ادخل فنون جميله. ايوه تمام. بس اللي هو انا بالنسبه لي خايفه ادخلها ويعني ادعك فيها الاقي نفسي طالعه مش حباها، وبالنسبه لي دي حاجه ممكن برضو اتعلمها في كورسات بره او حاجه جنب الجامعه. دي حقيقه تمام. صح. فقلت بلاش ادخلها كده دايركت واسيبها هوايه كده استمتع بيها في وقت الفراغ. عشان ما نكدوش عليا بيها الحاجه اللي أيوة، بحبها، ما أيوة. تكدوش عليا بيها. تمام مش عايزاها تكون شغلانتي يعني. تمام والله ماشي صح. يعني في حاجات تقلب شغلانه بتبقى نكد هي كده. اه. تمام. طيب اخر حاجه بقى او قبل الاخيره هنعمل فقرتين كمان. ماشي. انتوا اصحاب لحد ما شويه في ثانويه عامه صح؟ الحمد لله. عرفتوا بقى ثالث سنه، فهسالكم كام سؤال عن بعض شوف مين يعرف التاني اكتر. يعني ماشي. مين صديق اوفى اكتر، يعني انت ولا هي ولا الكلب حبيبي. مثلا مش عارف. ماشي. طيب الاسئله بقى بتاع الصحاب. قولي اسم ساره كامل على الاقل ثلاثه او اربعه. مش هقول ده اسم، هي معروف انت اول اسمين معروفين، مش عارفه التالت على اي ورقه امتحان على اي حاجه مش عارف. ما اصحاب ازاي بقى؟ بس انا بكتب صوره بس مفيش غيري في الدفعه صوره فيها صوره هي أصلاً. بتكتب صوره بس، حتى في الامتحانات صوره يعني بس. نغير السؤال. ماشي. انت عارفه العكس؟ انا عارفه ان اسمها حنين ماهر. بس عشان انا بكتب حنين ماهر. يعني ماشي. طب سؤال كمان. ماشي. عارفه تاريخ ميلاد ساره سنه وشهر، مش عايز يوم عشان تبقى صعبه باليوم. احنا ممكن سنة نيجي وشهر. دلوقتي. اتفضلي. طب اقول لك على حاجه، شهر بس بلاش سنه. لا ما هي سنه اكيد اسهل. ليه؟ لا احنا مش انت باين اكبر اعتقد. انا 2007. وانت 2008. اهو شفتي. ايه ده ايه ده ايه ده. خلاص يبقى مش هنا اهو. خلينا نشوف. طب الشهر حد عارف شهر ميلاد التاني؟ حاسه انا ممكن اهبد لها التاريخ قول. مثلا. بتلعبي مثلا في رينج من 7 ل 8 او من 5 ل 8 كده. من شهر- 7 ل 8 شهر شهر كام؟ ايه؟ شهر من شهر من 5 ل 8 حاجه في النص. صح ولا غلط؟ انت شهر لا كام خالص. حنين؟ انت عارفه ولا مش عارفه؟ لا انا كنت بفكر في شهرها هي. لا شهرك انت كام؟ من شهر بعيد. شهري واحد. واحد. لا ده بعيد خالص. انا بعيد شهر خالص. سارة. شهر انا سارة. حاساكي بصي مش هقولي. يا 4 يا 5. ما ينفعش. 3 انا 3. لا ايه ده كنت بقول 6 اصلا. ايوه اصلا ده. ما علينا. أنا واضح قلت ما شاء على الله رباط الصحوبيه بينهم قوي جدا ما شاء الله. رهيب. ده الكاميرا انفجرت الصحوبيه ما شاء الله. احسن صحاب مش بيعرفوا حاجه عن بعض. بالظبط حقيقي. صح. عشان بيبقى في خصوصيه صح؟ لازم يكون في خصوصيه يا بين سلام بعض. مش معقول. ماشي. طب عارفه اخواتها قد ايه واساميهم ايه؟ ها بصي قولي مش هزعل عادي. اختك اكبر منك ب4 سنين. يا نهار ماشي. اسود. لا مش مهم التفاصيل دي خالص. اسمها ايه؟ لا مش عارفه ده لسه قايله من هو شويه. لسه قايل اللي كانت طالبه مستر عنده. انا والله في الذاكرة عندي رخيصة. عائله مش بفتكر اساميهم اصلا في ماشي. عيلتي. طب السؤال بالعكس، عارف عندها حتى كام اخ وكام اخت؟ انا نفسي ما اعرفش بصراحه. صعبه صح؟ لا يا جماعه انتوا كده مش كلوز فريندز. مستحيل تعرفوا. انتوا اصحاب ديسك، انتوا مش اصحاب. ماشي، أصحاب ديسك. صح أيوة. طيب ساره هتقول 3 الوان في لون منهم مفضل بالنسبه لها. ماشي. انت خمنيه، قولي 3 الوان يا ساره. ماشي. اسود وابيض والماضي. اختاري لون يكون اسود. صح. عاش. العكس بقى، قولي 3 الوان وساره تختار اللون المفضل. بسم الله. ازرق بنفسجي اصفر. ازرق. صح. هو انت بتختار اول لون دايما صح؟ ايه الغباء ده يا جماعه؟ طب سؤال تاني، ماشي. نوع موبايل حنين ايه؟ خلي ايدك عليه. هو اونر حاجه اندرويد صح؟ هي حاجه اندرويد ماشي. بس أيوة، لازم أيوة. تختاري اسم واحد. استنى. هواوي. الفينكس. ماشي. طب مين العكس، طب؟ نوع موبايل ساره. استني انت كاميرتك حلوه. ف حاسه اوبو يا ريم. يا نهار اسود. ثانيه سوري ايفون. ايفون صح؟ بعد ايه لا، الأصل؟ ماشي. لا، تمام. سوري. ضحك عليك. تعرفين ده اختبار الصداقه الوحيد اللي طلع 0-0 لحد دلوقتي؟ ما شاء الله. طب سؤال كمان. حاولي
حضرتك بتحاول ده معانا. انا بحاول اشوف اي علاقه صداقه هي علاقه صداقه بس على الديسك ما شاء الله، والاسئله وبتاع. لو سالتكم في المنهج انتوا بصراحه عارف انتوا كنتوا كويسين مع بعض يعني، بتجاوبوا بعض اسئله ما اعرفش حقيقة. تذاكروا كده بس فجر. يعني ايه الفجر بدأت بس تمام يعني. هنقول مثلا ساره هتقول 3 اكلات، تختار الاكل اللي بتحبها اكتر حاجه. ما تقولش اول طب اكله انا بقى. ما تقولهاش اول واحده. طب انا طفله ينفع اقول إيه؟ لا هو حاجه واحده بس. ماشي. قولي حاجه بتحبيها واثنين لا وقوليهم مع بعض مثلا. سبانخ وفته وكفته. كفته. لا مفيش حد بيحب السبانخ اكيد لا. لا فته مش هقول عادي. مصري فهمت قصدي يعني. ماشي العكس اقول 3 اكلات. ثانيه افكر في حاجات غريبه. ماشي حاجات غريبه دي. ثانيه وسطهم حاجه اكتر حاجه بحبها. مش كل واحد بتحبيها اتنين لا. ماشي بيتزا. برجر. كشري. ال3 بحبهم على فكره. ولا ماشي ماشي كده صعب. حاسه برجر. بيتزا. بيتزا. ما هو اللي ما خدتش اول يا جماعه واحده. اختبار الصداقه ده فاشل، احنا الذكاء. نخش على اسئله الذكاء يمكن تفلحوا بالذكاء. ذكاء. يلا بينا. بسم الله. انا مش حاسس ان انتوا هتفلحوا في موضوع الذكاء ده، اعذروني والله مش قصدي يعني. بس هي ثانويه عامه استنفذت طاقتكم كلها فان شاء الله ربنا يكرم. في حاجات منها ممكن تبقى ايه مثلا شويه اسئله فيزيكس على بايو، على شويه اسئله لعب بالالفاظ، على ماث، على فاهم هتلاقي نفس كده اسئله ظريف يعني. ماشي ثانيه افتح جوجل بس كده بسرعه. والله لا تشات جي بي تي اسهل. في شبكه. طيب سؤال لعب بالالفاظ شويه يعني او يعني لوجيك، فكر فيه بلوجيك. ماشي في راجل عنده 17 خروف ماشي. كلهم هربوا ما عدا 9، يبقى فاضل له كام؟ كلهم هربوا ما عدا 9. 8 هو في ثانيه 17 خروف كلهم هربوا ما عدا، هو في تركايه في السؤال. 8 ما عدا العدد اللي انت قلت ان هم فضلوا موجودين. ماشي وانت ايه رايك؟ ينفع كده. راجل عنده 17 خروف وكلهم هربوا ما عدا 9، يبقى فاضل له كام؟ 9. 9 ايوه صح. انا قلت العدد اللي كان موجود. لا أيوة. العدد اللي كان موجود هو 9 صح مش 8 صح؟ يعني انا السؤال فيه لعب. هو هرب شويه اتبقى له 9 فهو ده اللي بتبقى. انا كنت بدور على عشان تركايه. كلمه ما عدا تحس ان انت مش هتاخد اللي عليها، بس هي الاجابه فعلا هي عايز اكسبت يا جماعه تشوز عادي. يلا بينا. طيب سؤال تاني فسر لي الجمله دي. في 8 اشخاص واقفين تحت نفس الشمسيه تمام ماشي. وكلهم ولا واحد فيهم اتبل، تفتكر ليه؟ مع مفيش ان هم مية؟ 8 مفيش مطره صح. ايوه كده 1-1 ماشي. معدل الذكاء متساوي لحد أيوة، دلوقتي. ماشي. تمام. طب نسال سؤال ماث سريع كده وسهل والله. رقم لو عملته باي 2 وبعدين عملت ماينس 4 يديك 10. رقم عملناه باي 2 وبعدين عملناه ماينس 4. 5. 2 باي 5 ب 10 هشيل منها 4 مش تبقى 10. ماشي استنى. رقم عملناه باي 2 شلنا منه 4. احنا تنحنا. عيد احنا تنحنا. عملت حاجه باي 2 رقم معرفش ايه هو. 7 صح. عملت باي 2 يبقى 14 هشيل منه 4 يبقى 10. ايوه ماشي انت انسرحت فعلا كده 2-1. ماشي. طيب سؤال كمان. سؤال يعني زي نكته كده، ليه الخشب يتيم؟ عشان مقطوع من شجره يعني. برافو صح. هي دي علامه الايجابيه والله. الجمال ده لو نزلت مستوى ذكاء دول لا بنزل دلوقتي. عشان ده الاجابه منطقيه بصراحه. طيب كده تعادل 2-2. تمام. سؤال بقى تاني، هل ممكن الراجل يتجوز اخت ارملته؟ لا فكري شويه. طب ليه؟ مين اخت ارملته دي؟ فكري فيها بقى جميع بالراحه. ده اسم. راجل؟ لا اخت اسم ايه؟ ارملته دي اللي هي بتبقى واحده ميته صح؟ ما اعرفش بقى. هي بتبقى اخت ارملته. وانا مت. فكري بالراحه. لا عشان ما ينفعش الاخوات يتجوزوا. لا ثانيه، الارمله دي للست مش للراجل. ازاي اخت ارملته وانت خليتها؟ يعني ايه؟ يعني مش هينفع. لا ليه؟ عشان احنا اصلا الست بتبقى ارمله ما ينفعش اقول ان الراجل ارمل. انت رسالة كده. يعني ايه ست ارمله طيب؟ ست ارمله يعني مطلقه او ميته. يا بنتي ارمله اللي جوزها اللي ميت. ايوه هي دي. فكده مش هينفع جواز ان هو ميت. انا قربت. لا بص بالراحه. يعني انتوا كان قصدكم حاجه في السؤال الاول، كان قصدك في الاول صح اللي هو ايه؟ ايوه. لو واحد مثلا متجوز واحده وماتت ينفع تجوز اختها. بالظبط. دي ما اسمهاش ارمله، دي اسمها ميته عادي. لو هي كانت ارمله يبقى جوزها اللي مات هيتجوز اختها ازاي؟ ماشي خلاص لا هاخد نص. لا هنلغي السؤال اللي كده تعادل. ماشي العربي. ماشي. ما انتوا فهمتوا اصلا معانا السؤال صح؟ ماشي. فاكره لما انا بقول لك. طب سؤال تاني. لا المره دي اللي هي جوزها ميت. ماشي. ايه الحاجه اللي انت بتملكها بس الناس بتستخدمها اكتر منك؟ الناس بتستخدمها. حاجه بتاعتك انت والناس بتستخدمها. حاجه فيا ولا بتاعتي؟ بتاعتك. بتاعتي. وهم الناس بيستخدموها حواليك طول الوقت. حواليا طول الوقت بيستخدموها اكتر. بيستخدموها هي تخصك انت. هم بيستخدموها. تخصني انا بس ولا ينفع المشكلة تبقى ان عند غيري؟ الاجابه ايه؟ تخصني انا بس ولا ممكن تبقى عند غيري عادي؟
على حسب، ممكن وممكن. المشكله ان انا الاجابه اللي هقولها هتكون قولي. مش صح خالص عشان هي ليا انا حرفيا. قول. قلم جاف. لا، الاسم. ما هم اسم بتاعك انت، هم بيستخدموه. انا هستخدم اسم ليه؟ هتقول ازيك يا ساره عامل، لا اكيد هم بيستخدموا اسمك. لا، بس انا اللي بوقع بيه، هم مش يا بيستخدموه سلام. كده. ايه بس لا، لا. ده كده رنز غلط. لسه تعادل. ماشي. سؤال تاني. حاجه موجوده في السماء ولو ضفنا لها حرف تبقى تحت الارض. في السما نفسها. في السماء. كلمه موجوده في نجم. حاجه. هتبقى برافو. نجم. برافو عليك، شطوره والله. ما شاء الله. 3-2. شوف اتفقت تلاقيها يلا الله اكبر. أيوة. لو فيزيكس بقى. والله بقى. طيب، حاجه لما نسخنها بتتجمد. انا عارفه السؤال ده اتسالته قبل كده وحاسه ان انا تنحت. هو اتسال لي قبل حاجه كده بتتاكل برضه. طبعا. لما نسخنها بتتجمد. لما تسخنها بتتجمد. تكمل. انا حاسه انا اتسالت السؤال ده قبل كده. نغير السؤال. والله استنى عليا. انا كنت بقول فحم بس هو مش الفحم. لا. هو مش الفحم. بس الفحم بيتسخن بيعمل كده. استنى. حاجه سخنها هتتجمد. بتمسك نفسها يعني مش بتتجمد. اه في حاجات كتير قوي اسخنها هتمسك نفسها. طب اي قول. اي حاجه سايله بعد تسخنها هتمسك نفسها. لا طبعا، بالعكس بتتبخر. مستر. خلاص يا جماعه، هنعمل السؤال ده. الكاسترد. كاسترد ايه بس واسخنه ليه؟ مش ده حاطه في الثلاجه باين. تتجمد ايوه يا جماعه، البيض لان لما يتسلق من جوه بيجمد، ما يبقاش سائل زي الاول. هو احنا فشلة في المطبخ؟ صح. احنا ما بننفعش. بره المطبخ. لا، هخش جوه المطبخ تاني. لو معاك علبه فيها 6 تفاحات ماشي. ماشي، وزعتيها على 6 اشخاص، ماشي. يبقى كده كل واحد خد تفاحه. بالظبط كده. ازاي بقى والعلبه لسه فيها تفاحه؟ يعني بص هوريك السؤال بالظبط. ماشي. لو معاك علبه فيها أنا 6 أخدت تفاحات. واحدة. لا استنى. ملهاش علاقة. لو معاك علبه فيها 6 تفاحات ايوه. ووزعتها على 6 اشخاص، كل واحد خد تفاحه وفضل واحده في العلبه. ازاي؟ في حد قسم واحده مع حد. لا، كل واحد خد واحده لنفسه. ده اكيد. خدها ومشي، او خدها ومشي؟ او خدها وواقف، مش فارقه يعني. يبقى حد حط يبقى- واحدته في يبقى بتاعتي وهي موجودة. حد حط بتاعته في العلبه. برافو عليك، شطور، صح كده. كده واحد اخر واحده خدها من العلبه. فهمتي؟ انا كنت بقول هي بتاعتي وهي وانا حطاها قدامي في العلبة. ايوه، ما هي نفس هي الكونسيبت. تعتبر نفس الاجابه. يعني طبعاً. ايوه. لا انا قلت الاول. لا لا كده 4-2 ولا 3-2؟ 4-2. 4-2 ماشي. على فكره عادي، حصل المره اللي فاتت كان حد واحد وهم خمسات وفي الاخر هو اللي كسب. يعني بلاش نفقد الامل. ماشي. طيب، سؤال تاني. نسأل سؤال بيولوجي بقى. في كم فقره في العمود الفقري؟ استنى بقى. بلاش. انا فاكره هم كتير قوي. هم حاجه 30. 36. لا 39. 38. لا. هنقعد نيجي بالبيان ولا ايه؟ اللي هقول الرقم الاول صح يبقى كسب. 32. 33 صح. يا ربي انت بتاخدي مني يعني. 34. كده سوري 4-3. ماشي. 4-3. سؤال كمان. ده بايو. انا حاجه لا عاديه بقى، يعني ماشي. بننوع. انا حاجه موجوده في الليل 3 مرات وفي النهار مره واحده. انا مين؟ موجوده في الليل 3 مرات وفي النهار مره. ده انا محتاجه انزل قوي صح؟ قوي قوي قوي. ايه قوي كده؟ ايوه. في الليل 3 مرات. ما تفكروش بالعقل قوي يعني. هبقى غبيه؟ ما هو المشكلة خليكوا اغبياء. غبيه. حاجه موجوده في الليل 3 مرات وفي النهار مره. بقول لك في حرف. صح، برافو عليك. حرف ايه بقى؟ استنى. ليل. وانا بقول لك انا جاوبت صح. الليل. ايوه في حرف تلات- اللام. ايوه بالظبط ايوه كده. ما انا عمال حرف اللام صح. شفت لما تبقى غبيه بتجاوب اسرع. يبقى الليل حرف اللام موجود في الليل 3 مرات صح؟ أيوة، وفي أيوة، النهار أيوة. موجود مره. أيوة. تمام ماشي. 5-3. 5-3. حد عارف اللغه بتاعت البرازيل؟ بيتكلموا إيه؟ برتغيز. برتغيز. إيه الجملة دي؟ برتغالي. برتغالي. بالانجلش ما دي برتغيز. لا يبقى كده صح، ماليش دعوه. أيوة برتغالي. ما لا ايه ماشي. دي بولونيز. بولونيز ايه؟ اصلا. كده 5-4. انت قلت ايه عشان ما اعرفهاش؟ برتغيز. هي دي بالانجليزي يعني؟ ما اعرفش والله. أفتح برتغالي. لا خلاص يا حقيقي، مش قد برتغالي مش برضه. قد. طيب، اكبر دوله عربيه في المساحه؟ السعوديه. لا، في حاجه اكبر منها سنه. المساحه. السودان. السودان ايه يا بنتي دي كلها اوضه وصاله. لا مش الدرجه دي. اكيد مش مصر يعني. هي مش مصر فعلا. سوريا. مش مصر. لا ده سؤال صغير جدا. سوريا ليبيا؟ ليبيا لبنان لا. حاجه. هي ازاي مش السعودية صح؟ ما انا قلت السعوديه. لا لسه. المغرب. لا. المغرب مش عربيه بس. حاجه قريبه منها. قريبه من المغرب. العراق. يا لهوي. ده المغرب هنا ولا العراق هنا؟ فاشلين جغرافيا. سوريا عشان- وليبيا. لا انت هنجيب. عارفين لو حد قدر يكون جابها في ثواني. سوريا وليبيا ولبنان لا والمغرب لا ومصر لا. حاجه جنب المغرب ومصر. انا ما بشوفش الخريطه اصلا. جنب المغرب ومصر. احشرها يعني. مستر قول ما يعني. جبتش درجة حلوة فيها. يا جماعه انت ايه ده؟ ده كويس ما دخلتوش ادبي. ما تقولش. الحمد لله فعلا. تخيلتوا ادبي بيضحكوا علينا دلوقتي.
انت قلت العراق لا والمغرب لا وسوريا لا. الجزائر ايوه مش جزائر صغيره؟ الجزائر صغيره. أنا قلت الجزائر صغيره دي. الجزائر ده الجزائر قد كده. اقسم بالله. والله 6-4. يعني انا كان في بالك بس فاكر انها صغيره. ايوه انا كنت لا قد حول كده ولا اهو. قوة ما انا قاعده إلا بقول بالله. قلت هحشر وخلاص بقى. لا كده كام 6-4. 6-4. ماشي. سؤال كمان. ماشي. ماشي. عملة سويسرا. لا السلام عليكم. اسمه ايه الله. اسمه ايه كنت اقول لردين اسمه ينفع اسال سؤال متخلف شويه؟ اسالي. هو سويسرا فين؟ سويسرا فين في اوروبا؟ بس مش يورو؟ يورو لا مش يورو. استرليني. لا ده انجلترا. طب استنى يورو استرليني العملة بقى خلاص فرانك. سمعتها قبل كده؟ ولا عمري ولا سمعتها؟ طب ماشي. طيب سؤال تاني. ماشي. تاريخ بقى، بما انكم فاشلين في الجغرافيا فاكيد فاشلين في التاريخ. التاريخ بقى عشان يبقى الفشل اكتر. ماشي. في اي عام قامت ثوره 23 يوليو؟ اكيد 23. سمعتوا عنها، بيبقى يوم اجازه يعني 23/7. ايوه كان عام 1900 وكام؟ هديك 4 52. اختيارات. برافو عليك شطوره والله. انا كنت 55 كنت 52 كان 6-5. 6-5 ما انت كنت دخلت ادبي ان شاء الله. قول له كلمه قول له كلمه تكون بتبدا وتنتهي بنفس الحرف. ليل. برافو. في تاني على فكره كتير. سمسم. لا إزاي؟ سمسم لا لا عشان دي بقى انا كده قلت صح. واحده. في كذا كلمه بس ثانيه افكر. كده. النقطه لساره، لو قلتي حاجه يبقى تعادل. حاجه من الفواكه. طيب فواكه صغيره. فواكه صغيره. توت. برافو عليك كده خلاص 7-5. وفي كلمه باد برضه تنفع. ما بس كده بفكرش تمام. تلعبش حلو. بقى. سؤال فيزيكس بقى. ماشي. يلا بينا. يلا بينا. لو عندنا واير مشينا جواه كرنت اوكي. وحطيناه قدام ماجنت، اوكي. الواير ده يعمل ايه؟ هيعمل بند. بند؟ بند. لا لا لا. تاني بالراحه. لو جبنا واير مشينا جواه هو كهرباء. فليكسبل ولا مش فليكسبل؟ او واير عادي يعني؟ واير عادي مش فارقه. اوكي. واير واحد مش اتنين. واير. لو اتنين بيعمل اتراكشن بانشن ماشي. بس واير واحد بس حطيته جوه قدام مغناطيس وهو جواه كهرباء، الواير ده يحصل له ايه؟ هيأتراكت لل هيعمل كانسليشن. كانسليشن لمين؟ ده هو واحد. رايحه فين؟ ايوه مش هو في ماجنت وهو بيطلع يا بنتي هو بيقول لك هو واير هيبقى ان اكتف، هتوصلي الكتريستي فيبقى جواه الكتريستي. ايوه. فهتوصلي الماجنت فساعتها أحطه يحصل قدام بينهم الماجنت. فويس. يحصل ايه؟ يحصل فورس ما بينهم. فورس صح. فايه بقى؟ فالسلك اتحرك. طب ما انا هيحصل له يعتبر موشن. انا قلت بند. لا بند بمعنى ان ماشي هنحسب النقطه دي تعادل او ما هنشيلها لان هو المقصود ان هو بيتحرك، مش هيحصل له بيند ولا حاجه. ما اعرفش. هو القوه بتاثر عليه كله مش جزء لا منه. طب ما انا جاوبت صح. اوكي. وانت قلت بتاثر عليه قوه صح. تمام. فيعني هنشيل السؤال ده بسرعه. ايه ده مش هتحسب؟ عاصمه تونس. لا مش تونس. عارفه. برافو عليك. يلا صح. لا صرف الاسئله دي بجد. ما شاء الله. لو بقول لك ايه، انا كنت عايز اجيبك والله العظيم على المجموعات اللي فاتت. يا اصل كل المجموعات بحس ان هم اغبياء قوي. يعني تخيل مثلا مجموعه حسن، كان حسن اكبر واحد فيهم بسم الله في الاسئله دي. وطبعا حسن ما شاء الله متفوق دراسيا يعني. فبس مش عارف والله غريب. المعلومات العامه طب عندي سؤال مش- ديني بقى. احنا كده 8-5. ماشي. ماشي. او سؤال عادي مثلا، كم عدد حروف كلمه ماجنتيك؟ 8. صح برافو. ايه ده خلي انت حظك وحش يا حبيبي مش عارف. كده 9-5. 9-5. ده ايه ده؟ مفيش امل. لا ان شاء الله في في بإذن كومباك الله. في كومباك يلا. طيب مين هو اخر الانبياء؟ سيدنا محمد. برافو صح. العادي ده صح. انا قلت الاول. صح. ايوه هي قالت الاول. مش عارف والله. حاسة إنها غبية. طب فسري لي بقى الجمله دي. حد يفسر لي الجمله دي. استر. انا كده السؤال ده بنقطتين. يلا بينا. ماشي يا حنين. هو كده 10-5 10-7 ماشي تمام. يلا. رجل، ركزوا في الكلام كويس. ماشي. رجل ولد في عام 1990 وتوفى في 1950. الجملة دي صح مش غلط؟ قول لي ازاي؟ تاني. ولد. رجل ولد في عام، اسالك شوية. رجل ولد في عام 2000 ماشي. تمام؟ وتوفى في 1950. ازاي؟ قبل الميلاد ولا بعد الميلاد؟ لا من 10. 1950. ولد في عام 2000. ولد في عام 2000 وتوفى في 1950. الجملة دي صح مش غلط؟ يعني فسرها لي بقى ازاي صح مش غلط. رجل كل كلمه ليها معنى. هي الفكره في رجل ولد في عام 2000 وتوفى في 1950. ده راجل وده راجل اصلا. ايه؟ ده راجل وده لا. راجل. نفس الراجل؟ أيوة. نفس البني ادم. مش هغير حاجه في الجمله هي مش هيتغير فيها كلمه. لا مش هقول حاجه، ممكن اقولها 100 مره لو عايزه. لا. بس انت بقى تاني فسريها تاني. ازاي؟ رجل ولد يا جماعه ده رجل ولد في عام 2000 ماشي. وتوفى في 1950. ازاي؟ ايه؟ هي توفى بمعنى مات.
عشان كده اسمها غبية. استنى. ولد في 2000. غالبا في حد جاوبها، واحد بس جاوب من معاك كلها. انت مين الفنان اللي طلع؟ ياسين عماد. يا نهار اسود. ما شاء الله ما شاء الله. عشان نحسد الرقم على حسب. الرجل ولد في عام 2000 وتوفي في 1950. فسر لي الجمله وهي صح 100%، مفيش حاجه غلط. متأكدة ان هي صح. احنا استنى. انتوا الاغبياء يعني. احنا محتاجين لسه نفكها، هنفكها. راجل اتولد سنة 2000 ومات ماشي. 1950. تمام دي مفيش كلمة واحدة غلط. مظبوط. استنى بقى عليا. انا حاسة المشكلة في ولد انا حاسة في ممكن يكون عام. هو خلف حد وبعدين هو مات. لا بس لا الفرق 50 سنة. كبرت غير. استنى. هي الإجابة غبية؟ غبية قوي. بص، الراجل ولد في عام 2000، دي السنه اللي اتولد فيها، وتوفي في 1950. ده رقم الاوضه اللي مات فيها 1950. ما قلتش توفى في عام، يعني ده ما كانش عام، كان تفسيرها كده يعني. رقم اوضه فيها في مستشفى، رقم اي حاجه مش عارف. مديون ب 1950 جنيه يعني ممكن. طيب سؤال ذكاء بقى بجد. لو انا عندي 9 كور، 3 احمر و3 اسود و3 ابيض، الوان على مصر عشان محدش ينسى. ماشي احمر وابيض واسود، 3 و3 و3. ماشي عايز امد ايدي في الصندوق ده كده، اطلع شويه كور. ماشي. ايه اقل عدد اطلعه من الكور بحيث ابقى متاكد 100% ان انا معايا 3 الوان؟ يعني مثلا ما ينفعش 3، انك ممكن تطلع 3، ممكن تطلع 3 احمر. فده مش اكيد 100% يطلع لك 3 الوان مختلفين. عايز بقى تقول لي عدد معين ابقى متاكد 100% لو سحبت العدد ده 9. هيبقى معايا 3 الوان. لا، عايز مثلا اقل كله. عدد ممكن. أقل عدد ممكن؟ 5. لا، ممكن 5 يطلعوا 3 احمر و2 اسود. انت عايز يطلع معاك كام لون؟ واحدة 3 واحدة الوان، واحدة؟ مش لازم واحد، لا. عايز عدد معين تقولي انت ما اعرفش كام، ماشي. بحيث لما اطلع العدد ده ابقى متاكد 100% ان هو متنوع في الالوان. خلاص يبقى 6. يبقى 6 افرض هيبقى معاك أحمر. 2 و2 و2 او هيطلع معاك مثلا 3 و2 و1. لا، افرض طلع 3 و3، ده مش متاكد 100%. 8 يعني. لا، 7 مفيش غيرها. السبعة 100% هتطلع لك اكيد 3 الوان. طب افرض لو انا حظي حلو جدا يا مستر. افرض بقى انا بقول متاكد 100%. اوكي ماشي. طب سؤال تاني بقى، بس ده ليفل عالي قوي ومحدش جاوبه خالص. هيطلع مننا احنا بقى. ماشي، إن شاء يلا الله. بينا. طب السؤال بقى بيقول ايه؟ لو عندي 8 كور كلهم نفس الوزن ما عدا واحده فيهم اتقل. ماشي تمام؟ تمام. يعني عندي كده 7 كور نفس الوزن، في واحده مختلفه بس كلهم نفس اللون ونفس الشكل ونفس كل حاجه. تمام. عندي ميزان، هستخدم الميزان مرتين بس عشان اعرف مين فيهم اتقل كوره. ازاي؟ تاني، عندي 8 كور، 8 ماشي. 8 كور. كلهم نفس الشكل ونفس اللون ونفس كل حاجه، بس في واحده فيهم اتقل. تمام. اتقل بكام جرام كده؟ لازم اعرف بالميزان. طيب ازاي استخدم الميزان عشان اعرف مين اتقل واحده فيهم، مع العلم ان انا هستخدم الميزان مرتين بس؟ ما ينفعش اقول اجيب واحده قصاد الثانيه، واحده قصاد الثانيه، ابقى ده كتير. الميزان اللي هو اللي بدراعتين صح؟ او بدراعتين بقى، او ماشي بدراعتين صح. هاخد 4 و4 واشوف ماشي. ايه اللي هيبقى فيه اقل، يعني هيبقى فيه تقل شويه. دي كده هتبقى اول مره هعرف ان هي ازاي. ماشي. فهبدا تمام. اطلع منهم كوره او كورتين، وفي المره الثانيه هشيل بقى الاربعه اللي حطهم لا هنا. ماشي كده، معايا 4 دلوقتي. بالظبط. واحده فيهم تقيله، اعرفها ازاي؟ هاخد بقى 2 و2 واحطهم في السكيل على صح المرة التانية. جدا، هيطلع واحده تقيله بس لسه مش عارف مين فيهم الاتقل. انا كده كده محتاج إحنا التالتة كده، بقى. انا عايز مرتين بس. طب والله فكرت حلو. فكرت حلو. ده كان في ناس نكمل. في الرد ده بصراحه ان هو 3 مرات هيجيبوا لك النتيجه. احنا عايزين بقى مرتين بس. مرتين. ما ينفعش اقارن مره بايدي وبعديها. لا، ما هي بالجرامات بالسنس صعبه كده. لا صعب. لا صعب. ماشي استنى. ثانية. عارف ان زي ما يكون عندك بطيختين كبار زي بعض، بس اكيد في فرق كام جرام ما بينهم. ماشي. أوكي. مش هقدر اعرف بايدي. احنا قلنا مرتين بس. مش هينفع اكتر من كده. لو متاح لي اي استخدام كانت تبقى سهله. لو كانوا 3 كنت اصلا هعرف اقول. بالظبط. أيوة. بتاعتك انت تنفع بالثلاثه صح. ماشي. فكروا. 8 كور. واحده ولا 2 مختلفين؟ واحده بس. واحده بس المختلفه وزنها اتقل من 8 من 7 الباقيين. ماشي. سؤال ذكاء ها؟ ما يبقاش سؤال بصراحة غباء. سؤال ذكاء. لا مش والله هقول مش اجيب ميزان تاني لا، لا، لا. واجرب. ماشي. يعني سؤال ذكاء. اول انا لا استنى. ثانية. يعني المفروض مش كده فاهم تقول له انا. ماشي. ما ينفعش اخد مثلا منهم 4 بس واوزن 2 و2. طب ما الاربعه التانيين انا مش عارف المقتل ولا ما مش مهم بقى، ما هجرب. ما هي كده ممكن تطلع لك وممكن ما تطلعكيش. يا ربنا. حاسه الاجابه ممكن هنت طيب؟ حاسه اموره. هنقسمهم 3 اجزاء. شوف بقى تقسمهم ازاي. اصل 3 اجزاء. هم 8. هم 8. بص يا جماعه، هقول انا ماشي. هنقسمهم 3 و3 و2 وبعدين
عندنا احتمالين، اول مره هاخد الثلاثه والثلاثه قصاد بعض اوزنهم، لو طلعوا زي بعض خلاص هركنهم واخد الكورتين الباقيين هعرف مين فيهم التقيل، صح؟ صح. كده استخدمت الميزان مرتين. لو طلعوا بقى الثلاثه والثلاثه في واحده فيهم اتقل، هقوم واخد الثلاثه اللي اتقل دول واوزن الاثنين منهم. تمام؟ لو اثنين طلعوا زي بعض يبقى اكيد الثالثه هي التقيله. طب لو واحده فيهم طلعت اتقل يبقى هي اللي اتقل. طب والله انا شفت نقطه حلوه جدا، عايز اقول لك هنقسم ونعمل. طب سؤال تاني. ماشي. في قطر كهرباء ماشي ناحيه الشمال. الشمال ولا والرياح؟ الشمال؟ الشمال. والرياح جايه من الجنوب. هو ماشي ناحيه الشمال والرياح جايه من الجنوب. حلو. الدخان بتاع القطر يتحرك في أي اتجاه؟ هيبقى لجوه، يعني اصلا هو مش هيطلع دخان. ما هقول لك لان انت هتبقى ماشي لفين؟ فوق تحت السما. لا اصلا ده قطر كهرباء مفيش دخان. اه ده غباء بجد يعني. انا قلت قطر كهرباء انتوا ما تركزوش ليه يا جدعان؟ لا اله الا الله، ايه ده؟ يعني طب سؤال تاني حسابات. في 3 ادوار، ماشي. كل دور انا حاسس ان بختبركم الاسئله اصلا من ثانويه عامه صح؟ مش اسال والله مش عارف. اعتبر نفسك في انترفيو مع اتش ار ولا حاجه. ماشي يلا. عندك 3 ادوار، كل دور فيه 5 قطط، 5 و5 و5. ماشي. ماشي؟ وكل قطه خلفت 3، يبقى كده في ماشي. كام قطه في المبنى كله؟ 15 زائد 9 بكام بسرعه؟ مش كده؟ 15 زائد 9 24 بس غلط. مش هي؟ هي ثانيه أقول لك سؤال تاني؟ اه في 5 قطط و5 قطط و5 قطط في 3 ادوار، 5 و5 و5، كل واحده في الخمسه دول والخمسه دول والخمسه خلفت 3. طب استنى كده كلهم كام؟ استنى، لا 24 بس برضه غلط. هتبقى أيوة 5 صح. زائد 9 تضربها في العدد بتاع القطط في 5. لا ثانية احنا قلنا ليه؟ 3 دور، كل دور فيه 5 قطط، ايوه كل واحد سبحان الله يعني ما شاء الله يعني. خلف كام؟ 5 إيه، اللي هو 3 سوري 3 3 كل واحد فيهم خلف 3 ثانية. لا خلاص كده يبقى في 5 قطط 5 قطط 5 قطط والواحده مخلفه 3. بالظبط كده. هم الكبار لوحدهم 15 قطه، الكبار لوحدهم 15. ماشي. الصغيرين بقى كل واحده فيهم مخلفه 3، فنضرب 3 في 15. صح برافو. وانا 45. وبعدين نجمعهم 45 كلهم. 45 و15 بتاع برافو القطط 60 صح. هي لفه صح. أيوة. الطريقه بتاعتها ازاي؟ انا عندي 5 و5 و5، فكل واحد في كل- الخمسة دولت خلفت 3. أيوة، 5 أيوة. في 3 ب 15، ده غير الخمسه الامهات كمان يبقوا 20 ف 20 و20 و20 و60. طيب. لا سقف لي مستر بجد عشان عاش والله. طيب السؤال كده 11 كمان. 5 يا حاجه. مش عارف حاسس ان ساره مذاكره الاسئله اللي بتيجي مش عارف ايه يا بنتي، ده لسه الحلقات ما نزلتش، ده غريبه قوي. طيب احنا اتفقنا خلاص سؤال عدد الحروف ده قلناه. ماشي. لو في جمل ماشي في الصحراء وشاف 3 نخلات، ده سؤال غباء ولا ذكاء؟ هتشوف انت بطريقتك بقى. ماشي. نخله فيهم تحتيها جمل والثانيه تحتيها جملين والثالثه تحتيها 3، كده في كام جمل؟ ممكن ريبيت اصلا ما فهمتش. جمل ماشي في الصحراء شاف 3 نخلات، الاولى تحتيها جمل والثانيه 2 والثالثه 3، كده في كام جمل؟ 7. صح، عشان الجمل نفسه اللي شافهم كمان هم أيوة. 6 وهو السابع. تمام. اخر سؤال بقى عشان نقفل الحلقه الغريبه دي. ماشي. لو انت في اوضه، هنقول سؤالين. لو انت في اوضه ونايم، فقدامك بقى عندك شباك وباب ونور وكل حاجه، ايه اول حاجه بتفتحها اول ما تصحى؟ الشباك بفتح عيني قلت أول عليه. حاجة. بفتح عيني. برافو. ايه ده؟ لا ساره كسرت الليمت يعتبر بجد. 13 5. ده جايزه احسن واحده في الحلقات كلها. هو ما شاء الله والله العظيم. قرروني بقى يا جماعة. طيب سؤال تاني بقى. ماشي. لو انا في اوضه مقفوله ماشي ومعايا عود كبريت، ماشي، وهولع، بص معايا عود كبريت ومعايا شمعه وبوتاجاز، واللي هو البتاع اللي بيمسكوه زمان ده بيخشوا بيه الكهف اسمه إيه؟ ايوه عارفاه. لمبه أوكي. جاز دي. عارفاه. شمعه بوتاجاز لمبه جاز، هولع مين فيهم الاول؟ هو العلامة بتتجاز اهي. اشمعنى؟ ثانية احنا قلنا اصل إيه؟ كده الشمعة هتيجي عليها مسيرها وهتسيح. ماشي. البوتاجاز مش هيفيدني في حاجة، مش هينور لي الطريق، فهي لما بتتجاز. ماشي. اول حاجه هولعها هي عود الكبريت. أيوة. اكيد. عشان هولع بيه الحاجات التانية. انت بتولع بقى. طيب ماشي. احنا كده المسابقه خلصت ما شاء الله. ساره مش كسبت بس في الحلقه دي، ساره كسبت الحلقات كلها اللي عامة. فاتت. والله مش عارف غريبه، يا اما انت سالت اصحابك اللي فاتوا. لا والله العظيم ولا كلمتهم. ماشي. لا برافو ساره، عاش والله. وحظك حلو كمان، حنين بصراحه من شخصيات طيبه جدا وجدعه، بس هي حنين مالهاش في الكلام التافه ده يعني. انا وانت مركز في التفاهه بس. أيوة. طيب سؤال بقى بجد عشان اخر حاجه في الحلقه. ماشي. عايز شخص او مدرس يكون اثر فيكوا، اكيد مش انا يعني، بغض النظر عشان بس ما يبقاش فيها احراج يعني. حد كان بتحب تسمع له نصايحه، او حد كان كويس معاك طول السنه، حد بتحب تسمع له مثلا، اخوك اختك باباك، بس غالبا يا ريت تختار مدرس يعني، ويكون ماشي. حد كان بيحب يسمع كلامه يعني. نبدا بحنين.
اكتر مدرس اثر فيكي في السنه؟ لو مفيش حد عادي، بس لو في حد مثلا بتحبي تسمعي كلامه، نصايحه بتبقى كويسه بالنسبه لك، بتفرق معاكي. لا هو كان في عندي مستر الانجليش اسمه مستر اسامه. فهو كان دايما لاحظ ان انا في اجزاء بيكون عندي مشكله فيها، يا اما ثقه يا اما تغيير اجابات مثلا من دون اي سبب. فهو كان دايما ده ملكه الاحساس في الحوار ده. ايوه فهو كان دايما بينصحني في الاجزاء دي. وكنت برضو حتى لو ملهاش علاقه بثالثه ثانوي، لو انا كنت مثلا بتدرب في الانجليش بتاعي كان برضو بينصحني وكده، حتى لو بره وقت يعني الدرس وكده كنت عايزه نصايح عامه. فحاسس ان اكتر شخص كان بيفرق معاكي ونصايحه كانت بتبقى كويسه يعني. الحمد لله. انا في 2 لازم اقولهم عشان ما ابقاش كدابه، واحد اونلاين وواحد في سنتر. ماشي. ابدا بالاونلاين. الاونلاين كان مستر محمد صلاح بتاع العربي. صح، دي حقيقه. صراحه هو من الناس اللي بجد انا كنت كارهه الماده وكارهه اللي فيها وشايفه ان ما يجيش مني وبتاع، والحمد لله 72 من 80 فكويس جدا يعني. لقينا في اخر السنه ان هو فعلا بينصحنا، واحنا بجد فعلا كنا في فتره مش قادرين، اللي هو خلاص احنا طالما احنا واقعين بعد شهر 4 ده خلاص انا رحت في داهيه. لا جه وبدا يلم معانا المراجعات، وحتى كانت نصايح اللي كنت بس انا بسمعها من اب. كويس. كنت حاسه ان الكلام طالع منه بجد من غير بقى فيك وعشان الشرح، هو طالع منه هو بجد. اما مدرس السنتر مستر محمود مختار، ومش تطبيل ولا اي حاجه ولا تطبيل ولا حاجه، كان من اكتر مش هبص لك بس عشان يعني ما تبطلش. كان بجد من اكتر الناس اللي هو مثلا بحس ان انا واقعه كنت بخش اقول له يا مستر انا بعمل 1 2 3. اول حاجه تغيير الاجابات. انا اول امتحان جايبه 45 من 60 يا جماعه، بس درجه الله يعلم بيها ربنا. بس فالمستر 20 منهم مثلا مغير اجابات. دي حقيقه. فالمستر دايما كان بيقعد يقول لي هو ما تغيريش اجابات وما تستعجليش وما تتوتريش، وانت لو ركزتي انت عارفه انت تعملي اللي عليكي وبتاع وكده. وكان لما بيشوف ان انا مقصره كان هو حتى مش بيتواصل معايا، كان بيتواصل مع ولي الامر وبيقعد يقول ان هو نصايح وبتاع وممكن يعمل كذا كذا كذا. وفعلا لما لقيت نفسي ان هو في اخر سنه كنت بحل بقى وبعمل، حسيت فعلا ماشي. بس غلطت اجاباتك برضه في الاخر، بس ما علينا. النصيحه كانت حلوه بس ما علينا. بصوا يا جماعه، عشان ساره كانت احسن حد جاوب في الاسئله بتاع الذكاء اللي في الاخر دي، فاحنا قررنا نكافئها، هي الوحيده في الحلقه كلها نكافئها ب 100 جنيه بحالها. ما شاء الله عليها يعني. لا كتير عليا والله. هتكلمك عليها بقى بعدين، بس امسكي يعني. دي مكافاه من الاسئله دي. طيب دي كانت اخر حاجه في الحلقه واخر حلقه خلاص. نشوفكم ان شاء الله السنه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله.